جاتني حرفين من رقم مجهول. والله إن عجبني حروف زيان 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 وأنا جاوبت عليه. هذا البدع بدي الجواب بعده. قال الصاحب اللي ما يلبي في النوايب صاحبه. الصاحب اللي ما يلبي في النوايب صاحبه، لا تحسبه صاحب ولا تركن في الشدة عليه. ما صاحب إلا في المواقف يحتزم والنايبه، ما في العوافي لعن أبو جيته بين الوجيه. ما في العوافي لعن أبو جيته بين الوجيه. احسب حساب السير المقدام واعرف جانبه، من أجل ما تندم على كل ثقة ذي ثقت فيه. ولا تنخدع في من يقول بشر ويعصر شاربه. بعض الشوارب في الشدايد لظلمت ما تستضيه. اي والله انه صادق. بعض الشوارب في الشدايد لظلمت ما تستضيه. وعرف خوي العز لياتي بقوة ضاربه، لا يعرف الفسل ولا يفسل ولا حد يشتريه. عز الله إنه حروف قوية. المهم أنا جاوبت عليه صراحة ما عرفت من هو. قلت ها يا صاحبي كلا على الشاطئ يجهز قاربه. يا صاحبي كلا على الشاطئ يجهز قاربه، والسيل يا ابو رقم مخفي احتمل اسمع دويه. احنا تعاهدنا على فعل الامور الصايبه، والوقت ما يرحم ولا احد غير ربي نرتجيه. والمال يذهب والذهب يذهب وبقعة ذهبه، والصاحب المنعم فيه اللذات روحي تفتديه. والصاحب المقدام بالبيه لا شي شاهبه، ونشي شهبني بايلبيني متاقم تهتريه. هذا جوابي جاك من فكري وحبري كاتبه. جاكم وصلوا على النبي يا من سمع واللي قريه. اللهم صل وسلم عليه وسلامتكم.